الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله. عاصم هيثم قليل الأدب وقليل العلم، حيث أنه يتجرأ على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يحترم مقام الصحابة المرضيين من قبل الله عز وجل، فيقول في تسجيل له انتشر قبل أيام: سيخرج أخطاء الصحابة. كل هذا دفاعا عن النووي رحمة الله عليه. طيب النووي اتفقنا على أنه إيش؟ أنه عالم من العلماء وافق الأشاعرة، أو قلنا هو الأشعري، كله لا يهمنا، الأهم ألا ندافع دفاعا أعمى، يكفي أن نقول أنه من علماء المسلمين ونكتفي. انتهى الموضوع، ما يحتاج دخل الصحابة في هذا الموضوع، وذكر الصحابة بهذه الطريقة يدل على قلة أدبك وعلمك في هذا المقام. استمعوا إلى ما قال ثم نرد عليه. وكفر نووي واتهم النووي بكذا واتهم هذول هم اللي احنا ننظرهم. شفت شلون؟ مع انه والله العظيم لا مجهز ولا بعرف، هو اتصال اول مره الان، وهذا اغرب اتصال يمر علي. لكن انا من النوع ما بفتح باب لاظهار اخطاء العلماء، والا والله مستعد اطلع اخطاء الصحابه قبل اخطاء اطلع لك اخطاء الصحابه قبل اخطاء الائمه. كما سمعتم هذا هو كلامه. الأمر الآخر، قد يقول القائل أنه يريد أن يذكر الصحابة أو أخطاء الصحابة لأنه يريد أن يسقط مثلا الحدادية الذين يطعنون بالعلماء وإلى آخره. طيب نحن نقول ماذا؟ نقول هم لا يعتبرون الصحابة معصومين، هم يرون أنهم يخطئون، لكن عندما يأتيني مثلا رافضي فيقول أن عليا معصوم، وأن عليا أعلم الصحابة، وأن عليا أفضل الصحابة وإلى آخره، فماذا أفعل أنا هنا؟ من باب الرد عليه هنا، لأنه دعا عصمته والأفضلية وإلى آخره، أذهب وأقول لا، أنا علي بن أبي طالب عندي يخطئ ويجتهد، فأنقل له مثل روايات في صحيح البخاري ومسلم، كما صنع شيخنا عثمان الخميس في رده على التيجاني. فالذي يرى عصمة الصحابة ممكن أن ترد عليه بهذا الكلام، ولكن هم لا، الحدادية لا يرون عصمة الصحابة، بل يرون أنهم يخطئون ويصيبون وإلى آخره، ولكن تهجمهم على الأشاعرة طبعا بطريقة غلط لا توافق العلماء، نحن نتفق على هذا الجانب، ولكن طريقتهم بهذه الصورة ليست صحيحة، فما دخل الصحابة هنا. والمشكلة أن عاصم هيثم عنده كوارث علمية وجهل عميق، وإن كان يحاول رافضه مشكورا، ولكن يبقى الجهل يلاحقه. فمثلا يقول نحن أهل السنة لا نقول جبرائيل، وإنما نقول جبريل. طيب الروايات ماذا تقول عندنا؟ تقول جبريل وجبرائيل. طيب هل أنت لم تقرأ الكتب أم إنك تمشي على ألسنة العوام؟ شفت شلون؟ إذا لابد أن تفهم أن كتبنا موجود بها جبرائيل وجبريل، وكلاهما صحيح، فلا تتكلم باسم السنة. انظروا ماذا قال: والمالكي والشافعي والحنبلي. طيب الوحي اللي نزل على الرسول شو اسمه؟ بس اريد اعرف شنو الفرق بيناتهم، شنو اللي الان حجاوبك. انت الوحي اللي نزل على الرسول شو اسمه؟ الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شو اسمه؟ جبرائيل. طيب دز امها، قول انك شيعي ولا تجي تقول احنا عندنا 4 مذاهب لتبين للناس انه احنا عندنا خلافات. 4 مذاهب يا حبيبي، ال4 مذاهب كلهم زي بعض، ما يختلفون الا في تفسير الاصل والمسائل الفقهيه بس. انه يعني عندنا مذاهب 4 مختلفين، يعني انت شيعي، احنا ما نقول جبرائيل، احنا نقول جبريل. اختلافات المذاهب ال4 مو اختلاف في العقيده. ولعل كثرة الحوار مع الرافضة وعدم دراسة العقيدة والمنهج والفقه وأصوله وإلى آخره جعل من عاصم هيثم يتهجم ويتجرأ على مقام الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. من عاشر قوم 40 يوم صار مثلهم. فأرجوك تأدب واحترم وكن محترما مع الصحابة.